السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكون في أحسن الأحوال. طليلة خفيفة ظريفة الإخوان. هاد الثلاث أيام الأخيرة كنلاحظوا بأن واحد اللجنة اللي دايرة الضجة في المغرب، كلشي كيتكلم لا في فيسبوك لا في يوتيوب لا في يعني كيبارطاجيو مع بعضياتهم، واحد اللجنة اللي كدور أو لجنة الأثمنة في يعني المنتوجات المغربية. كنلاحظوا الإخوان في الأسواق الأسبوعية وفي بعض المحلات الصغرى والكبرى كدور عليهم بعض اللجنات، ما كنقولش الكبرى يعني الكبرى بين قوسين، يعني بحال الهريات ولا شي حاجه اللي كدور عليهم واحد اللجنه كتقول لهم فين هما الاثمنه، على الاقل الاثمنه ديالها هذه الاثمنه ديالها وهذه الاثمنه ديالها. علاش خديتي هاد اللجنه الاخوان؟ وانا يعني بصفتي انا كان واحد من الناس اللي كيبيعوا ويشريو، جات عندي اللجنه الاخوان كتقول لك يعني فين هو الثمن. ملي كتقول لهم الثمن كيقول لك علاش كتبيع بها الثمن، مع العلم انني عندي واحد البورسونتاج اللي هو قليل الاخوان، قل من درهم، يعني قل من درهم في البيع والشراء. عرفتي راه واحد الحاجه اللي ما بغاش تدخل العقل، وكيقول لك علاش هذا الثمن كيكون، علاش شنو بالنسبه لكم؟ واش انا اللي زيد في الثمن؟ واش انا اللي مطلع الثمن لهذاك المنتوج هذاك؟ بالعكس، خاصكم الا بغيتوا شي حاجه كما كيقول المثل المغربي، الحيه كتضرب من الراس ماشي من الديل ديالها. الا بغيتوا شي حاجه قصدوا الرياس الكبار. ملي كنهضروا معكم على المواصلات اللي كتبقى عندنا غاليه، كتبقى عندنا بدرهم ودرهم ونص الكيلو، يعني باش كتحسب لينا كتبان لكم نتوما شي حاجه بزاف. هضروا مع الناس ديال المازوط الليسانس، الناس باش كتوصل لينا. سيروا الرياس الكبار، سيروا للحكومه، سيروا يعني تناقشوا هذا الموضوع هذا مع الحكومه وغادي تلقاو لي الحل. الحل راه ماشي عند الشعب، الحل ماشي عند الناس اللي كتبيع وتشري، الحل كاين عند الناس اللي الفوق الاخوان. بارطاجوا هذه المعلومه توصل، راه الحل كاين عند يعني عند الحكومه. الحكومه بالراس ديالها هي الا وصلتي وبغات تحط الحل غادي تحط الحل، الا ما بغاتش راه غتبقى تصيفط هاد المجموعات هادو من الناس او للناس اللي خدامين او للناس اللي كدير الخدمه ديالها، كتقول لك دير الثمن ودير ما كاينش فرق الاخوان. غنكتب الثمن كي كنقولوا كي غنكتبوا راه بحال راه ما غيديرش تغيير، راه التغيير كيكون من الفوق الاخوان، راه كما بغينا نقولوا. الحيه كتقتل من الراس ديالها. هذا الموضوع هذا الاخوان كيبان لي شويه ماشي اللي ما عجبنيش صراحه، ما تقبلتوش انا كواحد من الناس اللي كيبيعوا ويشريو. ماشي غادي نفرض الثمن ديالي ولا، راه بالعكس، راه كيف ما غنكتبوا نعلقوا، كيف ما غادي نقولوا بالنسال ديالي. يعني انا ما عنديش مشكل نكتبوا، ما عنديش مشكل. يعني مثلا غنقول 20 درهم لهاد البياسه، غادي نقول لها 20 درهم وغادي نكتبها، ما عنديش غرام في المشكل. ولكن بالنسبه الا بغاو يخفضوا الثمن، ملي كنهضروا معهم على ترونسبور والناس اللي كتوصلني راه كتبقى معنا الترونسبور ديالهم غالي لانه كاين المازوت غالي وداك الشيء. كيقول لك وحنا مالنا؟ كيفاش وحنا مالنا؟ لا جي عندي انا، سير عند الناس اللي مغلي المازوت، الناس اللي محتكره السوق اللي داير في المغرب، المارشي ديال المغرب. يعني هنا فين خاصكم تحطوا هذه النقطه هذه. حنا نكون وصلنا فيه. كنتمنى بان الرساله تكون واضحه، تبارطاجوا مع بعضياتكم. ان شاء الله.